دكتور انا ركبتي وجعاني بس ركبتي سليمه، كل ما اعمل اشعه الاقي ان ما فيش حاجه والدكتور يقول لي انت تمام وما فيش مشكله، بس انا بتوجع وانا قاعد او انا مثلا بسافر لفتره طويله، او يا دكتوره وانا قاعده في المحاضرات بلاقي ركبتي وجعاني جدا من قدام، وفي نفس الوقت انا ما عنديش حاجه ولا عندي زياده في الوزن ولا مثلا عندي اصابه في الرباط الصليبي او الغضروف ولا انا كمان عندي اي مشكله في الاربطه الجانبيه للركبه، لكن انا على طول ركبتي وجعاني وساعات توجعني لما بنام وساعات توجعني لما بصحى، وعملت كل التحاليل ومفيش حاجه. طب هو ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى التهاب في حاجه اسمها الباتيلا او صابونه الركبه، دي ممكن يبقى فيها مشكله فبتعمل حاجه مشهوره قوي اسمها الانتيريور ني بين. وللاسف الانتيريور ني بين طبعا يعني بيبقى ليه كذا سبب، مش بس التهاب الصابونه، ممكن يكون ضعف في العضلات الخارجيه للفخذ فبالتالي بيخلي حركه الباتيلا مش مظبوطه فيعمل لك التهاب. وللاسف الجايد لاين الاول في علاج الصابونه هو الموبيلايزيشن، وتاني حاجه ان احنا نعمل موداليتيز بس للبين، سواء كان ماجنتيك ثيرابي سواء كان ليزر ثيرابي سواء كان شوك ويف، الديبند على الستيج لان هم 4 ستيج لو كوندروماليشيا مثلا، ولو ويكنس بس في العضلات فدي قصه تانيه، على حسب بقى احنا الدرجه الكام او المرحله الكام نبتدي نعملها. وللاسف المشهور في الحاله دي هو ممكن احنا نعمل تمرينات او كده، لكن ده مش صح، لا احنا لازم الاول نعالج الالتهاب تماما وده باجهزه فقط من غير علاج يدوي كتير ومن غير تمرينات ومن غير الكلام ده كله، على عكس المعتاد في اغلب خشونه الركبه ان احنا لازم نعمل تمرينات عشان العيان اصلا يتحسن. عايز اقول حاجه كمان مهمه قوي، ان ممكن يكون مش كل ده، ممكن يكون حاجه اسمها البرسا ما بين الباتيلا وما بين الفيمر، ما بين الفخذ وما بين العظم الصابونه، ممكن يكون فيها التهاب هو اللي عامل كل الفيلم ده. وللاسف دي ملهاش غير الاجهزه بتاعت العلاج الطبيعي، ما لهاش علاج دوائي كفايه، لان طبعا يعني مش بتحسنك بالدرجه الكافيه. فخلينا نتاكد ان احنا دايما متشخصين صح وبعدين نختار البروتوكول المناسب لحالتنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ونعمل منشن وشير لاصحابنا، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.